مع بزوغ فجر اليوم 26 من شهر رمضان، يخرج الأطفال يجوبون بين الأحياء والمنازل، يتم فيها جمع أنواع الحلويات والمكسرات، ويهتفون عند باب كل مسكن: طاب ولا مازال، طلبا للمعروف. في يوم ليلة القدر ليلة 27 نخرج بين البيوت ونتجول بين هناك ونأخذ طعام من عند الجيران ونأكل الطعام في المساء، وهذا يوم جميل. ليلة القدر خير من 1000 شهر. وهي راهي تجوب في النواحي تاع الحي في طاب ولا مازال، هذه عاده وتقاليد. الناس تنوي النيه تحضر الكاطو والحلوى باش تفرح الاولاد هذم، وصدقه اللي عندهم الموتى واللي عندهم كذا. وبالنسبه للمولد عندنا يوم 23، عندنا يوم 21 و23 و25 و27، هذه يديروا الطعام وشو الاولاد كما كرم يدوروا طاب ولا مازال. كان طاب هاتوه، كان مازال نزيدوا ساعه ونجوا. هنا بحي الأصنام العريق يجتمع الكبير والصغير بساحة الرحبة ليعلن المسحرات باب مرزوق انطلاق هذه العادة السنوية. تقي الدين وأقرانه يتمسكون بهذا الموروث، يتنقلون بين منازل الجيران بالحي للظفر بحلوى وأكل الكسكس باللحم. العادة هذه تبقى إن شاء الله في قلوب الناس لتنتشر المحبة والأخوة ما بينهم. هذا طبعا ولا مازال عادة جدود. هذا هاي كما تشبح في هذا الروح. نعطوها في التو عرايا الروسة، ونعطوا القاطو والحلوى والسبانفر والعشوة، ونعطوا الكسكس على الموتى. العادات هذه ملي تولدنا احنا وثرنا فيها الحق. رمضان يبدا من ليله 21 و23 و25 و27. هذه العادة لا تزال تحافظ على ديمومتها، ويتمسك بها جميع أطياف المجتمع لما فيها من جوانب روحية واجتماعية ضاربة في تاريخ وأصالة المنطقة.